المباراة ما كانتش تتحمل أي أعباء ولا كانت تتحمل أي خسارة بالنسبة لنادي الزمالك، وتحديدا بعد رحيل مستر فيريرا. الناس كلها كانت بتنتظر الزمالك هيظهر بشكل عامل إزاي. هل الزمالك هيفضل موجود في نفس الدوامة ونفس النفق المظلم، ولا الزمالك هيقدر ان هو يتعافى سريعا في ظل وجود كابتن أسامة نبيه، اللي انا بشوف ان هو كان اختيار مثالي من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، وافضل كتير من ان انت كنت تروح تجيب مدرب اجنبي تاني او تجيب مدرب مش عارف تفاصيل ولا عارف ملامح الفرقة والكواليس اللي موجودة سواء داخل الملعب او داخل غرف خلع الملابس. فنيا الناس كلها عايزة تعرف وجه الاختلاف ما بين الزمالك مع كابتن أسامة نبيه او الزمالك مع مستر فيريرا. انا بشوف من وجهة نظري على المستوى الفني مفيش اختلاف تماما، بل بالعكس كابتن أسامة كان ذكي جدا جدا في تعامله وقيادته للفريق امبارح امام فيوتشر. وعلى الرغم ان فرقه فيوتشر فرقه من الفرق الثقيله اللي معاها مدرب على مستوى عالي جدا كابتن علي ماهر، ومحقق معاهم نجاحات ممتازه، وتقريبا اول مباراه يخسرها فيوتشر في الموسم الحالي كانت قدام نادي الزمالك في اللقاء. كابتن أسامة نبيه كان ذكي ان هو ما هدش الدنيا وما غيرش كتير في الفرقه، بل بالعكس هو بنى وخد الايجابيات اللي فنش بيها نادي الزمالك في مباراه غزل المحله، وتحديدا الشوط الثاني رغم هزيمته في اللقاء، لكن الزمالك تقريبا لعب افضل شوط ليه طوال الموسم قدام غزل المحله، لان لعب بواقعيه ولعب بمنطقيه شديده سواء من جانب فيريرا في المباراه دي تحديدا، وكمل عليها كابتن أسامة نبيه ان هو لعب 4-2-3-1 ولعب كل لعيب في مكانه، ما كانش فيه تغييرات كتيره في الملعب. وفاكرين لما انا قلت لكم ان الزمالك عاوز ياخد انتاج كويس لازم يكون ويشكل جبهات، وعاوز يلعب بعمرو السيسي لازم يلعب باثنين في وسط الملعب، ما ينفعش عمرو السيسي لعبه في ثلاثه لان انا ما بستفدش منه في الطريقه دي بشكل جيد وما بتخدمش اسلوب اللعب في نادي الزمالك. هو عمل كده بالفعل، لعب في خط الظهر سيد نيمار ناحيه اليمين، محمد عبد الشافي ناحيه الشمال، اتنين في سنتر باك محمد عبد الغني وجنبه حسام عبد المجيد، وحول الطريقه بدل ما كان الزمالك بيلعب 4-3-3 وبيحط هنا عمرو السيسي وبيحط هنا امام عاشور وتحتهم نبيل عماد دونجا، وما كانش بيستفيد اطلاقا من التمانيتين اللي موجودين في وسط الملعب ويبقى عنده معاناه كبيره بالنسبه للشق والجانب الهجومي. لا، قلب الطريقه ولعب بمثلث قاعدته مقلوبه، وحط هنا امام عاشور لعبه صانع لعب، وخلى عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا اتنين ارتكاز في وسط الملعب. وانا بشوف ان الاتنين مكملين جدا لبعض، واحد كورته كويسه وبيتمركز بشكل سليم وبيعرف يطلع الكرة من تحت بشكل كويس وبيتحرك في كل المناطق اللي موجوده في وسط الملعب اللي هو نبيل عماد دونجا، والتاني عمرو السيسي عنده من القدره البدنيه وعنده من المعدلات الجري اللي تقدر تساعد في الجوانب الدفاعيه، وبيعرف يعمل ضغط كويس وبيعرف يستخلص الكرة بشكل سريع، ودي دايما بتدي لك مميزات ان على طول الكرة بتبقى معاك وبتقدر ان انت تطبق الاستحواذ بتاعك بطريقه كويسه. وفي نفس الوقت لعب بزيزو ناحيه اليمين، وحط هنا مصطفى شلبي ناحيه الشمال، ولعب بسيف الدين الجزيري مهاجم، وتحتهم امام عاشور اللي كان واحد من افضل لعيبه اللقاء. اللي ادى الزمالك الافضليه الشوط الاول ان الزمالك كان عنده جبهات قدر ان هو يستغلها بشكل كويس جدا، وتحديدا الجبهه الشمال اللي فيها محمد عبد الشافي وفيها مصطفى شلبي، اللي دايما مصطفى شلبي كان بيدي فرصه كويسه قوي ان عبد الشافي يسند معاه في الناحيه الهجوميه، ودايما باستمرار كان بيعمل مسانده دفاعيه. يعني لو الزمالك نفترض ان هو بيحضر في منطقه وسط ملعبه كان بيعمل انتشار جيد، الاثنين دول بيفتحوا بالشكل ده، وتلاقي الراجل اللي هو سيد نيمار بيفتح على الخط بالطريقه دي، واحمد سيد زيزو بيخش في قلب الملعب، وبيخش مصطفى شلبي في قلب الملعب، وبيطلع سيف الدين الجزيري في الحته اللي قدام، وبيبقى عندك امام عاشور بيشتغل بشكل حر، يا اما يروح يمين يروح شمال يخش في ظهر سيف الدين الجزيري، او يبدا يشتغل مع الجبهات اللي موجود فيها هنا محمد عبد الشافي، ومع وجود عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا. ده دايما كان بيكون شكل نادي الزمالك وتحديدا الشوط الاول، وده اللي ادى الافضليه لنادي الزمالك، ان دايما عندك كثافه عدديه بتخليك ان انت بتعرف تعمل ضغط كويس قوي وانت بتفقد الكوره، فبتقدر ان انت تستخلصها بشكل سريع، وبتبدا ان انت تشتغل الشغل الهجومي بتاعك كويس، وفي نفس الوقت بتعرف ان انت تعمل تحولات هجوميه مميزه عن طريق السرعات اللي موجوده عند شلبي، وعن طريق السرعات والذكاء اللي موجود عند احمد سيد زيزو، والتحركات المميزه اللي كانت موجوده عند سيف الدين الجزيري، واستغلال المساحات لانشغال لعيبه وسط الملعب بامام عاشور واحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي. قدر امام عاشور بالحريه الكامله اللي اداها له كابتن اسامه نبيه ان هو يفرق جدا مع نادي الزمالك في المناطق الهجوميه، والتحركات المتميزه بتاعته اللي كان فيها ذكاء كبير ما بين الخطوط، وان هو كان بيعرف يفضي لنفسه مساحه عشان يستغل قدراته الهجوميه وامكانياته بشكل كويس، مع الربط اللي كان موجود
بالنسبه للجبهه الشمال اللي فيها عبد الشافي ومصطفى شلبي، ان دايما مصطفى شلبي ما كانش مسلم نفسه للخط، لا على طول كان بينزل في عمق الملعب عشان ياخد الراجل ده معاه اللي هو باسم علي، ويبدا يفضي لنفسه المساحه دي يشتغل فيها يا اما عبد الشافي، يا اما يقطع فيها بشكل قطري امام عاشور وشفناه اكتر من 3 4 مرات، يا اما يشتغل فيها دبل باص ما بينه وما بين مصطفى شلبي، ويبدا عبد الشافي يقرا الكلام ده كويس ويتحرك شلبي في ظهر باسم علي. وشفنا الكلام ده في الهدف الاول وفي الهدف الثاني، ان الكوره اتلعبت هنا لامام عاشور دبل باص ما بينه وما بين مصطفى شلبي، عبد الشافي بيقرا الموقف بيحط الكوره بمنتهى السهوله لمصطفى شلبي اللي بيقطع قطري في ظهر باسم علي في الجزئيه دي مع تحركات سيف الدين الجزيري، وبيحاول ان هو يشتغل على المرمى، والفولو اللي كان موجود من احمد سيد زيزو بيشتغل، كرة بترد بيحطها سيف الدين الجزيري بمنتهى السهوله. نفس الكلام الهدف الثاني برضو بنفس الطريقه وبنفس الوضع، الجبهه الشمال ربط كويس جدا، ترابط ما بين الخطوط، قراءه جيده للمواقف، وان انت بتوجد لنفسك دايما باستمرار مساحات عن طريق الاطراف، دي دايما اللي بتميزك. لان نادي الزمالك دايما الفتره اللي فاتت كان بيعتمد ان هو بيلعب من عمق الملعب، وان هو الحل الوحيد اللي كان عنده على الاطراف كان احمد سيد زيزو، في ظل ان انت ما كنتش بتديله حلول هجوميه ومسانده ولاعيبه بتعمل معاه اسيستات كويسه، دي كانت بتعرضه دايما لمشكله وما بيظهرش بشكل كويس. الناس كلها كانت متخيله ان زيزو مستواه قليل مع نادي الزمالك، لا بالعكس، هو زيزو مش مستواه قليل، لكن الفرق كلها بقت عارفه ان الزمالك بيعتمد في اسلوبه في طريقه لعبه على احمد سيد زيزو، فكله دلوقتي بقى بينزل بيلعب الزمالك باثنين على الخط، بيعمل لك جبهه زي ما كابتن علي ماهر كده عمل، حط لك هنا محمد رضا بوبو لعيب صغير وعنده سرعات وعنده مهاره، يقدر ان هو من خلال المعدلات البدنيه بتاعته يرجع مع الراجل جوناثان ده يعمل المسانده الدفاعيه ويقفل كل مساحات اللعب على الاطراف لزيزو، مع وجود سيد نيمار، مع وجود هنا غنام محمد، ومعاهم مهند لاشين بالاضافه لكريم نيدفيد، فانت ضيقت عليه المساحات وضيقت عليه الحلول، فاصبح زيزو مش بنفس الحريه اللي كان بيكون عليها موجود عليها قبل كده. فبالتالي لما انت بدات توجد لنفسك حلول بديله وتوفر لنفسك كروت تقدر تستخدمها اثناء المباراه لما يتقفل على زيزو، زي استخدام مصطفى شلبي وحريه امام عاشور، هي دي اللي ادت المميزات لنادي الزمالك. ايه اللي فرق نادي الزمالك الشوط الثاني عن الشوط الاولاني؟ ان نادي الزمالك غير طريقه اللعب، بدل ما كان بيلعب 4-2-3-1 كابتن اسامه نبيه لعب بثلاثه فلات في وسط الملعب، خلى نبيل عماد دونجا وعلى شماله خلى هنا امام عاشور وعلى يمينه عمرو السيسي، وطبعا مع وجود عبد الشافي وهنا سيد نيمار، بالاضافه لعوده مصطفى شلبي واحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري، فاصبح الزمالك بيلعب زون ديفنس في وسط ملعبه، والمعدلات البدنيه قلت كتير عند نادي الزمالك الشوط الثاني. فبالتالي كابتن علي ماهر بدا يعمل تغييرات برضو مميزه عشان تنشط شويه النواحي الهجوميه، طلع كريم نيدفيد ونزل هنا ناصر منسي، طلع مروان نزل هنا ناصر ماهر طلع هنا مروان محسن ونزل عمر السعيد، وطلع عبد الكبير الوادي برضو، ولعب بطريقه لعب مختلفه تماما، غير الطريقه ولعب 4-3-3 بعد ما كان بيلعب 4-5-1، ودي اللي اديته مميزات شويه الشوط الثاني، وخلت عند فيوتشر استحواذ اكتر من نادي الزمالك عن الشوط الاولاني، وخلت فيوتشر كان قريب جدا ان هو يتعادل في اللقاء. وانا بشوف ان الجيم كان جيم مفتوح ما بين الفرقتين، اثنين مدربين كبار، كابتن اسامه نبيه اثبت ان هو مدرب ممتاز ومدرب طبعا عنده رؤيه فنيه مختلفه، وكابتن علي ماهر طبعا راجل بيشتغل بشكل كويس جدا من الموسم اللي فات مع فيوتشر، وبيقدم مستويات جيده مع كل الفرق اللي اشتغل من خلالها. وانا بصراحه عاجبني جدا السنه دي فريق فيوتشر، عاملين اداء وعاملين شغل عالي وبيشتغلوا بمنتهى الهدوء وبيشتغلوا بدون اي ضغوطات اطلاقا، بل بالعكس هم عندهم اهداف وعندهم طموحات ومحافظين كويس قوي على القوام الاساسي بتاعهم. عشان كده تلاقي فيوتشر شغال بريتم وباداء ثابت، بيعلى ما بينزلش، حتى امبارح قدام او حتى في المباراه بتاعته امام الزمالك ما تحسش بفرق، لا في نديه قويه جدا ما بين الفرقتين، وعلى الرغم ان هو خسر لكن قدم جيم وقدم مباراه كبيره وكان ند قوي لنادي الزمالك. واكيد المكسب كان مكسب مهم جدا لنادي الزمالك، واسلوب وطريقه اللعب اللي لعب بيها كابتن اسامه نبيه خدمته كتير، سواء لما كان بيلعب 4-2-3-1 بالشكل ده، او لما حتى قلب الطريقه الشوط الثاني ولعب بثلاثه فلات في وسط الملعب، قدر ان هو ياخد المميزات الكامله اللي موجوده عند امام عاشور لما كان بيلعب باثنين في وسط الملعب وقدامهم واحد، ان يدي الحريه لامام، وقدر ياخد المميزات الكامله اللي موجوده عند عمرو السيسي لما كان بيلعب بثلاثه في وسط الملعب بالشكل اللي احنا شايفينه، سواء على المستوى الدفاعي او حتى على المستوى الهجومي.